الأستاذة فوزية عريبي أمينة دار حسن فقيه حسن، أهلا وسهلا بك في برنامج متابعات. أهلا وسهلا بكم. أستاذة فوزية، نشاطاتكم دائما وأبدا لا تنتهي، وما شاء الله اليوم نشوفوا معرض مميز للفنان التشكيلي والحروفي عمر الغرياني. لو تحدثين عن هذا النشاط تحديدا، خاصة وأنها المرة الأولى اللي تقيموا معرض ويكون له رعاة. والله احنا كدار حسن فقيه او بالاحرى كجهاز اداره المدن التاريخيه هي المسؤوله عن النشاطات اللي تقام في الدار. نحاول ان احنا نسقوا مع فنانين او مع شركات خاصه بالتعاون معها، حتى يعني كنا معتمدين على اساس ان احنا كجهاز فقط، لكن كفكره ان شركات خاصه طرح المعرض كانت هذه اول مره. يعني هذه المرة الأولى، ولكن هل في نية أن تتكرر أكثر من مرة؟ هي الدار مفتوحه لجميع الفنانين وجميع الشركات اللي بالتعاون معنا اللي قامت مثل هذه النشاطات. نشاطكم أستاذة فوزية في القريب الآتي إن شاء الله؟ المده الجايه ان شاء الله هي شهر الكانون، حيكون في اسبوع ثقافي تونسي، حيكون افتتاح الاسبوع من دار حسن فقيه يوم 12/12/2007 ان شاء الله. إن شاء الله موفقين إن شاء الله. شكرا حتمتوا على استضافتكم وعلى متابعتكم لكل النشاطات اللي ضمها الجهاز.